السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار وكواليس النادي الأهلي، ولايك وشير وصلي على النبي في التعليقات علشان المعلومة توصل لغيرك بإذن الله. على السريع كده يا جماعة كام حاجة هنتكلم فيهم بسرعة. أول حاجة هي يا جماعة مستني رأي حضراتكم في الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي وآرائكم، واللي مأيدني يقول واللي شايف إن أنا غلط برضه يقول. مارسيل كولر ولجنة التخطيط ومدير الكرة، مليون خط يا جماعه تحت اللاعبين اللي احنا هنتكلم عليهم دول. اولهم كريم ندفد اللي مارسيل كولر جابه من فيوتشر وكان هيموت علشان اللاعب يجي، وموهبه زي دي النهارده او على الاقل لاعب داخل النادي الاهلي وبياخد فلوس ما بيشاركش. ادا خط تحت منه مليون خط مش خط واحد. كريم الدبيس اللي على الاقل خالص في ظل عدم وجود علي معلول الفتره الاخيره على الاقل خالص كان خد فرصته، وكنا شفنا اللاعب ما خدش فرصته وكالعاده بيظلم. والحاجات اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي اسباب من سبب من اسباب فشل صفقات بعض النادي الاهلي اللي بيحاول يبرمها من داخل افريقيا او من اي قاره ايا كانت، اللي هو ركنه اللعيبه، بيشتري اللعيبه وبيطلع اللعيبه اعارات من غير ما يستفاد منها، زي القندوسي اللاعب اللي عامل موسم هايل مع سيراميكا وما خدش فرصته، وكنا بنموت علشان نجيب القندوسي وكنا في حرب في الصفقه وجبنا القندوسي ما استفدناش منه. وكالعاده مارسيل كولر مازال مصر ومصمم. القندوسي، كريم الدبيس، محمد الضو كريستو، كريم ندفد، رضا سليم اللي بيستبعدوا النهارده من قائمه مباراه فاركو. رضا سليم اللي مارسيل كولر كان ماسك بايديه واسنانه فيه وجبناه هو احسن لاعب في الدوري المغربي وسبب رئيسي في فوز الجيش الملكي بالدوري المغربي. مليون خط يا جماعه. طب هنا مارسيل كولر بيتحكم، فين دور مدير الكره الكابتن خالد بيبو؟ فين دور لجنه التخطيط في الصفقات؟ خالد بيبو ليه ما بيتكلمش مع مارسيل كولر في اللاعبين دي؟ على الاقل خالص انا ما بقولكش ان انت من يوم ما جيت ما شفناش ليك موهبه فذه طلعتها من قطاع الناشئين عشان نقول لاعب ناشئ. ده كريم الدبيس اللي اشتريناه مع مجموعه ناشئين النهارده في ظل الظروف اللي انت فيها ومحتاجه في المكان ده ما شاركتوش. على الاقل خالص لو ما شاركتش اللاعبين دي تشارك اللاعبين دي علشان تحكم عليها وما نجيبش يعني لعيبه وما نستفادش منها. وعلى الاقل خالص لو مش هنخليهم نعرف نسوقهم، اللعيبه تبقى بتشاف، نعرف نسوقهم. مليون خط يا جماعه. قندوسي لعيب كبير، رضا سليم لعيب كبير. انت عايز تغير بعض الاجانب غير، ولكن ليه ما كنتش بتشارك اللاعبين دي علشان اللاعبين دي تتشاف ونعرف نسوقها؟ ليه اللاعبين دي تتظلم؟ ليه واحد زي كريم الدبيس ده يتظلم في عز على الاقل خالص خليه في وجود علي معلول ما يلعبش عليه، ولكن جات له الفرصه دلوقتي ان هو يلعب؟ ليه ما يلعبش وياخد فرصته؟ ليه الناس دي ما تتشافش ونعرف نسوقها على الاقل خالص لو ما استفدناش منها؟ عايز حد يقول لي يا جماعه اذا كنت انا غلطان في الكلام اللي انا بقوله. لا حياه لمن تنادي وفكر مش عارفين فيه ايه، واهمهم يا جماعه وفشل صفقه زين الدين بالعيد برضه، وفشل صفقات كتير من جميع القارات مش من قاره افريقيا بس، بيكون سببها الرئيسي هو ان احنا بنجيب الصفقات ونرجع نطلعهم اعاره ونجدد الاعاره وبعد كده نبيع اللعيبه نركب اللعيبه دكه، وده كله بيكون ليه تاثير سلبي على صفقات النادي الاهلي. اتمنى ان حد يرد عليا او حد يغلطني في اللي انا بقوله، واللي شايف ان انا غلط يقول لي، واللي شايف ان انا صح يقول في الكلام اللي انا بقوله. حاجه تانية على السريع واخيره هختم بيها عشان الناس واخده بالها وفي ناس كتير مش واخده بالها. خالد الغندور اكتر من يثير الفتن داخل الكره المصريه وبين الجماهير. السؤال اللي عايز اساله بقى للراجل اللي بينزل 150 بوست كل يوم، فتن، انت كنت فين لما كنت قاعد 3 سنين بتهز في راسك انت وهزازين الرؤوس منتصر الرفاعي وصبحي عبد السلام وايهاب الفولي وعبد الشافي صادق وكل هزازين الرؤوس على قناه نادي الزمالك، وانت
بتتشتم انت وجمهورك وجمهور الاهلي والكابتن محمود الخطيب ومصر كلها من المستشار مرتضى منصور؟ ولا كنت قاعد سيادتك بتهز راسك بس؟ يا ريت يا جماعه نشير الفيديو ده عشان الكلام يوصل للناس. انت كنت فين؟ كنت قاعد بتهز راسك؟ طب كنت فين؟ مش هقول المجلس الاعلى للاعلام المدلس، كنت فين لما احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك طلع وقعد يحرض الجمهور على محمود عبد المنعم كهربا، وقعد يقول مش عايزينها تحصل زي احداث بورسعيد، وقال بالنص واحد، وانا نزلته قبل كده في فيديو واي حد ممكن يجيب الفيديو ويسمعه عشان ما يقولش ان انا بألف. قال واحد من جمهور نادي الزمالك قابلني وقال انا لو شفت الواد ده في الشارع هعوره، على محمود عبد المنعم كهربا. خالد الغندور كنت فين؟ ما شفنالكش رد. اكتر من يثير الفتن بين الجماهير. تحياتي لحضراتكم، مستني ارائكم. يا ريت يا جماعه لايك وشير علشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن، ومستني ارائكم وتعليقاتكم.